السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبي أحلى متابعين في الدنيا. بما إن وصفتنا النهاردة المتعارف عنها يعني إنها بتاخد وقت كبير ومجهود، النهاردة هثبت لكم وبالبرهان إنها وصفة سهلة جدا. هنعمل مع بعض أكلة مصرية صميمة، هنعمل مع بعض الكوارع. يلا بينا نسمي الله ونبدأ مع بعض. أول حاجة بنجيب الكوارع بتاعتنا وبتكون متقطعة، بغسلها بالملح والخل والليمون، وبتكون زي ما انتوا شايفين معايا كده. تاني خطوة غلينا مية على النار ونزلنا فيها بالكوارع. أخدت معانا حوالي 5 دقايق من غير أي إضافات ولا أي توابل. بعد كده شلناها من على النار وصفيناها من المية بتاعتها. بعد كده على النار نزلنا بمكعب من الزبدة، ممكن معلقة من السمنة المتاح عندنا. دلوقتي بقى هنزل بالبهارات بتاعتي، هتكون عبارة عن ورق لوري، كمان نزلت بفلفل اسود حصى، نزلت كمان بقرنفل، نزلت بفصين من المستكة. ممكن يبقى فص واحد بس لو الحجم بتاعه كبير، لكن عشان المستكة كانت حجمها صغير فنزلت بفصين. هنزل كمان بشوية من الحبهان، هو المفروض يا جماعة يبقى حبهان حصى طبعا، لكن احنا خلاص بنفنش بقى البهارات. كل سنة وحضراتكم طيبين. هنبدأ على خير نعمل معاكم التوابل الجديدة عشان الشهر الفضيل. فأنا ما كانش عندي حبهان حصى فاستخدمت حبهان كان عندي مطحون. وهناخدهم تشويحة كده. أول ما ريحة الزيوت العطرية للتوابل بتاعتنا تطلع ريحة التوابل كده، بننزل بالكوارع زي ما انتوا شايفين، وهناخدهم بقى مع بعض تشويحة مرة تانية كده. عايزة اقول لكم يا جماعة الريحة بجد قمر. دلوقتي بقى هننزل بالخضار بتاعنا اللي هو عبارة عن جزر وطماطم بصل مقطعينهم مكعبات، وهنقلبهم مع بعض. هننزل عليهم بالمية المغلية من الكاتل. ودلوقتي وبعد ما نزلنا بالمية المغلية بتاعتنا هنسيبها تغلي معانا غلوتين. بعد كده هنهدي النار بتاعتنا خالص ونسيبها لحد ما تدخل في مرحلة التسوية. وفي الوقت ده كل ما المية بتاعتنا بتقل بنزود مية. الملح بيكون آخر خطوة معانا. دلوقتي بقى هنعرف ازاي انها استوت. بنطلع قطعة وبننزل بالشوكة بشويش فيها كده، لما بتوصل معانا كده للآخر بنعرف ان هي استوت. تقدروا دلوقتي بقى تقدموها زي ما تحبوا، سواء كنتوا عايزين تقدموها مع الشوربة كده زي ما هي، او تخلوها زي ما انا بحب. اخدت معانا توقيت قد ايه، وقت قد ايه عشان تستوي؟ اخدت معايا بالظبط ساعتين وتلت. وده كان فيديو النهاردة اللي بتمنى من قلبي انه يعجبكم. يا ريت اذا عجبكم ما تبقوش بخلاء وتبخلوا عليا بلايكاتكم الحلوة، شير للفيديو، اشتراككم في قناتنا على اليوتيوب قناة في المطبخ مع سنة. اشوفكم على خير في فيديو جديد.